السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل كبدة بالردة، كبدة مقلية بالردة اللي هي الشرايح، وهنعمل معاها بقى سلطة الطحينة والسلطة الخضراء الحلوة دي وصوص لسان العصفور أو سلطة لسان العصفور. هنعملها بطريقة بسيطة جدا، مش بتاخد وقت خالص وبتديني نتيجة حلوة جدا. الكبدة بسم الله ما شاء الله بتطلع في منتهى الجمال. نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. أول حاجة أنا معايا نص كيلو كبدة شرايح متقطعة، طبعا سمكها رفيع جدا، يعني لو جبتيها من عند الجزار بتقوليله قطعها لي، أنا هقليها قطعها لي رفيعة قوي. لو هتجيبيها مستوردة هي بتبقى متقطعة رفيعة لوحدها. التتبيلة بقى عبارة عن معلقة صغيرة توم مهروس، نص معلقة بقى فلفل اسود، نص معلقة كمون، نص معلقة كزبرة ناشفة، ملح طبعا بتملحيه حسب الرغبة، عصير ليمونة كاملة، ومعلقتين كبار خل. وعايزة اقولك لو عايزة تضيفي قرفة، لو بتحبي طعم القرفة في الكبدة تمام، بس بالطريقة دي انتي مش محتاجة قرفة، لانك مش هتحسي خالص بأي زفارة للكبدة. وكمان انا بحب يعني طعم الكبدة يبقى طاغي، انا ما كترتش توابل ولا بهارات خالص، حاجات عادية عشان برضو تحسي بطعم الكبدة. وبقلبها في التتبيلة دي كويس قوي كده بالراحة طبعا لانها مش بتستحمل، وبسيبها في التلاجة من نص ساعة لساعة مش اكتر من كده. بعد كده بقى عقبال ما الكبدة تتبل كده مع نفسها، هنعمل الصوص بتاع لسان العصفور. معايا بصلة متوسطة، ومعايا نص معلقة توم، وشريحة كبدة من اللي انا متبلاها قطعتها صغير بالشكل ده، ومعايا نص كوباية لسان العصفور وكوباية عصير طماطم. ده بس اللي بحتاجه. شوية زيت على النار، هنزل بلسان العصفور وهقلب فيه طبعا، مش هسيبه لحظة عشان ما يتلسعش مني، لغاية ما يديني اللون الذهبي، مش هيتحمر، يديني بس اللون الذهبي ده. هنزل بالبصلاية المتقطعة صغير، وهقلبها كده على نار هادية شوية لغاية ما البصلة تدبل معايا. اول ما البصلة تدبل هنزل بنص معلقة الثوم المهروس. وطبعا هنا بقى كانت الريحة جميلة جدا، الثوم مع البصل مع لسان العصفور كانت الريحة حلوة جدا. هقلبهم مع بعض برضو دقيقتين كده لغاية ما اشم ريحة الثوم مع البصل. هنزل بقى بالكبدة اللي انا مقطعاها لمدة برضو دقيقتين، لان الكبدة ما بتاخدش وقت خالص. يعني اول ما الاقي لونها اتغير بالشكل ده خلاص كده هي دخلت في السوا. هضيف بعد كده عصير الطماطم، بس قبل ما اضيف عصير الطماطم هضيف التوابل او البهارات نفس اللي انا حطيته لتتبيلة الكبدة، يعني ملح وفلفل اسود وكمون وكزبرة ناشفة، بس مش اكتر من كده. وبعد كده هضيف عصير الطماطم وهقلب كويس، وبعدين هضيف نص كوباية مية، ونص كوباية المية دي بقى أساسية عشان لو الصلصة بس أو عصير الطماطم لوحدها لسان العصفور مش هيستوي، هيشرب الصلصة بتاعته بس هيبقى ني، فلازم نص كوباية المية دي هي اللي بتسوي. واسيبه على النار يغلي كده غلوتين لغاية ما احس ان الصوص خلاص هيبدأ يتقل معايا. هغطيه كمان دقيقتين كده لغاية ما يبقى تقيل معايا واتأكد ان لسان العصفور استوى. الكفر الخارجي بقى دي كوباية من الردة، بتجيبيها من اي فرن او من اي عطار. كوباية حطيت عليها نص كوباية دقيق ومعلقتين كبار نشا. هنا الردة لوحدها لا طبعا مش هتنفع، هتغمق معاكي الكبدة.
الدقيق بيديها لون فاتح، والنشا بيخلي التتبيلة بتاعتها تمسك فيها ما تفكش منك وانتي بتقليها او بعد القلي. فزي ما قلت كوباية ردة، نص كوباية دقيق، معلقتين كبار نشا. بتبل الكبدة بالشكل ده بالراحة طبعا عشان ما تتفتفتش او تتهري مني، هي بتبقى مش مستحملة. بخلص الكمية كلها مع ضغطة بسيطة كده عشان الكفر يمسك فيها. بخلص الكمية كلها، وبعدين على النار في زيت سخن جدا هحط قطعة قطعة كده، ويدوبك كل قطعة على كل ناحية دقيقة واحدة مش اكتر. مجرد ما اللون يتغير هقلبها على الناحية التانية، عشان الكبدة لو سبتيها اكتر من كده على النار لونها هيغمق، هيبقى مش لطيف يعني، وفي نفس الوقت هتشد معاكي اثناء الاكل. يا دوبك دقيقة او اقل احس انها خلاص خدت لون من تحت، بقلبها على الناحية التانية. زي ما انتوا شايفين لونها طالع ذهبي وحلو جدا. خلصت كده الكمية كلها جاهزة معايا، ريحتها حلوة جدا جدا وطعمها حلو قوي، مفيش ريحة زفارة اطلاقا. عشان كده مهم قوي معلقتين الخل الكبار والليمون. وخلصت كمان الحاجة اللي بتبقى معاها الطحينة، طبعا انا عاملاها في البيت في فيديو قبل كده، مش بشتريها من بره خالص. تقدري تدخلي تشوفي الطريقة بتاعتها. والسلطة دي عبارة عن طماطماية، خياراية، بصلاية حمراء، وعودين بقدونس متقطعين. حطيت عليهم مية ساقعة، وحطيت ملح وخل وشطة وكمون وفلفل اسود، وسبتهم مع بعض شوية. بتطلع بالشكل الجميل والطعم الهايل ده. وطبعا الصوص بتاع لسان العصفور عملته معاكم كده. الكبدة بقت زي الجاهزة بالظبط يعني. الكبدة بكل الحاجات اللي بتبقى معاها زي ما انتوا شايفين دايبة جدا وما بتشدش معايا خالص. فعلا تستاهل التجربة بالطريقة دي. اتمنى تجربيها بنفس الطريقة وان شاء الله تعجبك. خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله من اكلات وصفات ام الدنيا.